لو انت مراكم جزء كبير في المنهج او لسه ما بداتش اصلا وحاسس ان الدنيا ملخبطه معاك ومش عارف تخلص كل التراكمات اللي وراك دي، فالفيديو ده ليك. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه في ميعادها. معظمنا بيجي بعد فتره معينه ولاسباب معينه بيلاقي نفسه مش قادر يواكب الدروس خالص وانهم بقوا سابقينه بكتير جدا، ويبدا يقول طب يا ترى هل انا مثلا اعمل وقفه مع نفسي كده واذاكر القديم ولا اذاكر معاهم في الجديد ولا امشي ازاي؟ فبيلاقي نفسه طالع في الاخر بدون محصله، لا ذاكر القديم ولا عارف يمشي في الجديد كويس. فوالله انا نفسي بصور لكم الفيديو دلوقتي في وقت انا نفسي مراكم فيه، يعني ما شاء الله كنت في ثانويه عامه كنت براكم بالدروس، دلوقتي ما شاء الله بنراكم بالثلاث اربع شباتر، فيعني احنا ناس قديمه في الشغلانه. فان شاء الله كده نحط خطه مع بعضنا وان شاء الله اول واحد يلتزم بيها هو انا، لان انا ورايا حاجات وعايز اخلصها، فان شاء الله اول واحد يلتزم بيها هكون انا. ونتابع بعض كده ان شاء الله على الجروب بتاع التليجرام واشوف كده انتوا وصلتوا فين وانا وصلت فين، وان شاء الله الدنيا تكون تمام. فهات ورق وقلم كده وتعالى نحط الخطه مع بعض. بصوا خلينا متفقين انك لازم تصحح المفهوم بتاع ادام انا راكمت يبقى اكيد مش هوصل اللي انا عاوزه، اكيد دلوقتي ادام في ناس سابقاني يبقى انا اكيد مش هعرف احقق اي حاجه انا عاوزها ومش هعرف اوصل، وهتلاقي الدنيا كلها سابقاك. لازم تصحح المفهوم ده. اي حد والله سواء دخل كليه عاليه دخل كليه واطيه كلنا بجد كنا كده. مفيش حد بيرفكت 100% وانت حاسس ان هو يعني مفيش زيه في الدنيا وما بيراكمش ويعملش. اي حد لازم يعدي عليه فتره ويتعثر فيها، وربما تكون الفتره اللي انت فيها دي هي الفتره اللي انت تعثرت فيها. فانت لازم تقوم وتصحح كل المفهوم اللي في دماغك واعتبرها فتره شهر شهرين تعثرت فيهم اكنك بدات من جديد. يعني هل مثلا لو مفيش حد بدا من شهر 8 مش هيوصل؟ لا والله، المهم صدق العزيمه اللي جواك، وانك تكون يعني حاطط حاجه في دماغك ان انت عندك عزيمه كده، انا هوصل انا هوصل. ان راكمت وتعثرت هقوم تاني واكمل. فانت لازم تظن خير بربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله هيعينك على انك توصل للحاجه اللي انت عاوزها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي. فانت يعني لازم تظن خير بربنا سبحانه وتعالى. يعني واحد فينا مثلا اما بيكون قريب من مستر معين بتاع الماده معينه ويلاقي ان المستر ده بيحاول يساعده بقدر الامكان عشان يخليه جامد في الماده ده، بيحس كده براحة داخلية إنه خلاص المادة دي في جيبه، وإنه خلاص يعني مقفل الدنيا في المادة دي. تخيل لما تكون نفس الحاجة دي مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني لازم تصلح علاقتك بربنا. أول حاجة أنت في سنة، والله المذاكرة فيها ما هتعمل حاجة بدون ما تكون أنت قريب من ربنا. إنك تكون عارف إن توفيق ربنا سبحانه وتعالى 95%، مذاكرتك دي ما هي إلا أقل حاجة في الدنيا. فأنت ما تكونش مهمل ال95% اللي هي توفيق ربنا والجانب بتاع ربنا، ما تكونش مهمله وفاكر إنك هتوصل بال5% بتاعك اللي هو بتاع المذاكرة وتقول أنا كده باعمل اللي عليا. عشان تعمل اللي عليك لازم تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، لازم تصلي صلاتك في ميعادها وأنت بتذاكر، أدام الأذان أذن لازم تسيب مذاكرتك وتروح تصلي. ما تعملش في الجانب الديني بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لازم تقرب من ربنا كده وتدعيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فادعي ربنا سبحانه وتعالى كده بإخلاص، ادعيه وانت متأكد مليار في المية انه هيحقق لك اللي انت عاوزه. ما يكونش عليك تراكمات قد كده وفي الاخر تيجي وانت بتدعي ربنا تحس ان وانت بتدعي ربنا في نفس الوقت تحس ان برضه والله انا حاسس ان التراكمات دي مش هتنزل. لا، ادعي ربنا كده وانت متأكد مليار في المية ان التراكمات دي بعد دعاء ربنا سبحانه وتعالى هتروح وكلها فترة. طب خلينا نتكلم دلوقتي لو انت لسه ما بدأتش خالص، او بمعنى اصح فايتك اجزاء كتيرة جدا من المنهج. بصوا خلينا يعني نتكلم واحدة واحدة. انك ادام لسه بتبدأ في ثانوية عامة عموما فانت لازم تعمل حاجة، ما تمشيش مع مدرسين. ليه؟ لان انت بنسبه 99% مش هتلاقي مدرسين ماشيين معاك دلوقتي، هتلاقيهم كلهم سابقين. فانت لازم انت تحط الخطه مع نفسك وانت اللي تلتزم بيها. انت والله ببساطه كده هتطلع على المنهج وتشوف والله مثلا منهج الاحياء ده كام فصل بيتكلم عن ايه. وفي ميزه كمان هتساعدك قوي قوي ان كل المدرسين خصوصا في اول شهرين ثلاثه بتلاقيهم خلصوا حاجه قليله قوي. يعني مثلا في الفيزياء هتلاقيهم قعدوا في اول فصل بتاع الفيزياء هتلاقيهم قعدوا فيه يعني اقل مدرس تلاقيه قاعد فيه بتاع شهرين، في حين ان انت بمجرد انك تدخل مع الفصل ده مع نفسك هتلاقي نفسك خلصته في شهر، فانت وفرت شهر. فانت لازم تبدا مع نفسك كده تحط خطه لنفسك. تحط خطه ازاي؟ انك والله انا مش هشتغل مع مدرسين دلوقتي. طبعا انت هتسمع الشرح ولكن هتسمعه طبعا يوتيوب او تشترك مع اي مستر وتبقى انت تظبط الحاجات دي مع نفسك. تيجي بعد ما تخلص الفصل ده يعني تقسمه مثلا على يومين ثلاثه
4 5 تقسمه زي ما تقسمه هتلاقي نفسك برضه خلصته قبل المستر. تيجي عند الحل حل عليه، ولكن بلاش يعني ايه تقول انا عايز احل عليه 5 كتب، لا حل عليه الحاجه اللي الى حد ما تمشيك في الفصل. تيجي بعدها الفصل الثاني، تيجي بعدها الفصل الثالث، هتلاقي نفسك وصلت لكل اللي معاك. طب دلوقتي خلينا نتكلم لو انت لا والله انت بدأت من اول السنه كويس، ولكن جيت في خلال الشهرين دول في حاجات وقعت منك، يعني انت مراكم اجزاء معينه. خلينا نتكلم دلوقتي في انك لازم تكون ماشي مع المستر في الجديد، بلاش تقعد تقول انا هرجع للجديد هرجع للقديم هرجع للقديم. بصوا، اول حاجه اللي لازم تعملها هات ورقه كده واكتب والله في الاحياء انا ناقصني مثلا في الدعامه ناقصني مش عارف الدرس كذا، انا والله في الفصل الاول ناقصني كذا. اكتب في الورقه دي كده وحطها قدامك على المكتب، علقها قدامك على المكتب. انا ناقصني كذا في الفيزياء، انا ناقصني كذا في الفيزياء، انا والله في درس كذا ذاكرته وما حلتش عليه فحاسس ان انا مش حلو فيه. اكتب نفس الكلام ده بالظبط وحدد وقت معين، ويا ريت يا ريت يا ريت بجد الوقت المعين ده ما يكونش قليل. يعني خليك دايما مدرك ان قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني ما تجيش في دماغك ان انت عايز تخلص التراكمات دي كلها في اسبوع، لا حط يا عم مهله شهر، المهم انك تيجي بعد الشهر ده وتكون مخلصه ان شاء الله. فتعالى عند الورقه دي كده بكل بساطه واكتب عليها كده، وتبدا كده والله كل يوم مع الجديد انت ماشي مع الجديد، لان اغلب المواد يعني فيها ميزه انك بعد ما بتمشي واحده واحده القديم مش بيكون مرتبط 100%، حتى لو مرتبط جزء بسيط قوي فانت غالبا بتكون خدت فكره عن الشابتر ده او عن الفصل ده، فهو مش بيكون مرتبط 100%. فانت هتمشي مع الجديد مع المستر وهتاخد كده حاجه يعني عزيمه جواك كده انك ان شاء الله مش هتعمل في الجديد ده. بحاول بقدر الامكان مهما الدنيا صعبت ما تهملش في الجديد ده. وبالنسبه للقديم زي ما قلت لكم هنحاول كل يوم كده قبل ما تذاكر الجديد، والله دلوقتي انا عليا مثلا الفصل ده جديد والمفروض انا عليا درس بكره او بعد بكره، قبل ما ابدا كده نص ساعه بس، نص ساعه بس مش هتعمل اي حاجه، نص ساعه بس. والله لو انت فاهم الشرح بتاع الدرس القديم بس يعني حاسس انت ما ذاكرتوش، هتذاكر جزء منه وتيجي تكتب جنب كده جنب الورقه اللي انا قلت لك عليها انا والله ذاكرت من صفحه كذا صفحه كذا، يبقى انت فاضل لك كذا. هتلاقي نفسك كل بعد بجد يوم ويوم يوم عمال تخلص فصل وتركنه فصل وتركنه فصل وتركنه. ده بجد والله هيفرق معاك جدا وهيحسن جدا من نفسيتك انك خلاص بقيت بتخلص واحده واحده. طيب انت دلوقتي لو جيت عند الدرس ده وحسيت ان انت اصلا يعني ما فهمتوش من المستر قبل كده وانت محتاج انك تسمعه، حاول بقدر الامكان تسمع حاجه كمراجعه. ليه؟ لان انت لو فاتك مثلا الفصل الاول في الفيزياء وانت دلوقتي دخلت على الفصل الثاني وحبيت تسمع الفصل الاول، هتلاقي اقل مستر شرحه على اليوتيوب في 9 و10 ساعات في حاجات غريبه، يعني بجد حاجات غريبه، وانت مستحيل تعمل كده انك تقعد تسمع حاجه متراكم عليك في 9 ساعات. انا لسه بقول ان انت هتسمعها 9 ساعات وشوف هتقسمها على كام مره مذاكره، فتلاقي نفسك خدت منك وقت كتير بطريقه لا توصف. حاول بقدر الامكان، لا اما والله لو انت قررت انك تسمع الفيديو ده فانت تسرع الفيديو، او جيب مراجعه للفصل ده. هتلاقي طبعا المراجعات مليانه اليوتيوب، جيب مراجعه للفصل، اكتب والله مراجعه كذا المستر اللي انت بتحبه، اكتب مراجعه مستر كذا في الفصل الاول، هتلاقي المراجعه دي في حوالي 3 4 ساعات. مش معنى كده ان هو هيكروتها ولا حاجه، ولا لا هتلاقي بس هو ايه مختصر بعض الحاجات، فده هيكون حلو معاك 3 4 ساعات والدنيا ايه والدنيا تمشي وتكون خلصت الفصل. فبلاش زي ما قلت تبحث كده على 9 ساعات وتسمعه، لا خلينا في الفيديوهات اللي هي قليله، وقسم الفيديو النهارده سمعت ساعتين بعد بكره سمعت ساعتين، وزي ما قلت لكم تكتب الكلام ده وبس. الفيديو كده يكون خلص، اتمنى بجد ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا، وزي ما قلت لكم على جروب التليجرام ان شاء الله هبعت لكم كده ونحاول نتكلم مع بعض لحد ما مين فيكم بعد مثلا اسبوع وصلتوا لحد فين، كل واحد وصل فيكم لحد فين. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.